صاحبي اتصدم لما لقي صورة مراته على موقع إباحي ومحدش اخترقهم، هم نفسهم اللي ادوا الإذن من غير ما يعرفوا. الموضوع حصل لواحد أعرفه شخصيا، في يوم كان بيقلب على الإنترنت فجأة لقي صورة مراته على موقع إباحي. مش صورة فاتحة بس، دي صور حقيقية من البيت، من موبايلهم، من اللحظات العادية جدا. إزاي ده حصل؟ مفيش حد اخترقهم، مفيش هاكر. اللي حصل انهم بيستخدموا تطبيق من التطبيقات اللي انا ذكرتها قبل كده في فيديوهات تقدر تشوفها عندي على الصفحه. التطبيقات دي المصيبه انه كان بيجمع الصور وبيرفعها على سيرفر خارجي بدون اذنهم الحقيقي. لان في ناس كتير في حاجه اسمها تيرم اند كونديشن، لما يقول لك انت موافق ان انت على الابلكيشن ده، ما حدش طبعا بيقرا الكلام ده كله، بنضغط موافق موافق وبندخل نستخدم الابلكيشن. وكان في بند في الابلكيشن ده بيحق لهم ان هم يستخدموا الصور دي لاغراض تحسين الخدمه او مشاركه مع اطراف ثالثه. اطراف ثالثه اللي هي مين بقى؟ دي كانت مواقع بتنشر الصور دي علنا على مواقع اعلانات، وللاسف مواقع اباحيه، وبعد كده في مواقع اباحيه بتستغلهم. وازاي بيحصل ده تقنيا؟ يعني عايز تفهم الموضوع ده، بعض التطبيقات بيطلب صلاحيات للوصول للكاميرا، لكل صورك، للفيديوهات، بيفتح المايك. حتى لو فتحت الصوره واحده يقدر يشوف باقي الصور اللي عندك. بعض التطبيقات كمان بتشتغل حتى لو الموبايل مش في ايدك، في الباك جراوند اكس، لو انت سايبه على الشاحن وشغال وساعات بيسجل، ويدخل يالف الصور ويعمل لها ترتيب وينظمها وياخدها كلها. لان انت بتستخدم برنامج فلتر، فهو بيقدر ياخد الصور اللي هو عايزها. ده كله بيحصل اوتوماتيك من غير انت موافق. انت مجرد موافق، وافقت على التيرم اند كونديشن وتقول له موافق، هو بيقدر يستخدم الحاجات دي. ازاي تحمي نفسك؟ انا قلت كذا مره في فيديوز ازاي تحمي نفسك. لو سمحت ما تنزلش اي ابلكيشن من حد بعته لك من صاحبك، لان في ابلكيشن شفتها كتير بتنزل باختصار اي بي كي، حد يبعتها لك على الواتساب او يبعتها لك على حد يقول لك نزل لي الابلكيشن ده، والابلكيشن ده بيبقى كله نازل ويبدا ياخد الصور بتاعتك. راجع الليسته بتاعت التطبيقات اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي للاسف في بعض التطبيقات مشبوهه ومرفوع عليها قضايا. يعني ده مش كلام، يعني انا مش شاكك في ابلكيشن وانا كارهه، لا، ده مرفوع عليها قضايا واثبتت ان هم بياخدوا صور من موبايلات الناس وبيبيعوها لناس ثانيه. ما تديش كمان صلاحيات. روح راجع صلاحيات الموبايل عندك لو سمحت، وشوف ايه الابلكيشن اللي واخد صلاحيات على صورك، فيديوهاتك، المايك، كل ده لو سمحت راجعه. لو انت كمان تقدر تامن نفسك اكتر بان انت تراقب الانشطه بتاعه الموبايل بتاعك، شوف اكتر ابلكيشن شغال في الباك جراوند بيشتغل قد ايه. يعني مثلا في ابلكيشن مثلا انت بتستخدمه كل فتره، ليه طول الوقت شغال في الباك جراوند، انت مش شغالوش قافله ليه؟ بيستخدم روح راجع الموبايل ده كل الابلكيشن بيستخدم وقت قد ايه. لو تقدر كمان تنزل انتي فيروس، زي مثلا في انتي فيروس اسمه نورتون او بيت ديفندر موبايل، ده كله بيحميك من ان انت اي حاجه تتسرب عندك. احذف اي ابلكيشن، احذف لو سمحت اي ابلكيشن. الفلترز بتاع الفلترز، انا ذكرت كل انواع الابلكيشن، ممكن تراجع الفيديوهات دي، بس لو سمحت احذف اي تطبيق كمان انت مش فاكر انت محمله ليه. يعني في تطبيقات انا بخش على ناس، امسك موبايل ناس اخش عليه اقول له طب نزل الابلكيشن مش فاكره، طب امسحه. ما بتستخدم لما تستخدمه، لا يعني لما تحس انت عايز تستخدم حاجه استخدمها. برنامج ما تستخدموش امسحه. برامج الفلترز مره ثانيه يا جماعه اغلبها مشبوه، اغلبها مشبوه، وانت حر.